السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سارة كويزين. اذا نهاركم مبروك، ان شاء الله يكون كامل نشاط همة وحيوية. الوصفة ديال اليوم تجارية 100%، اللي هي وصفة الكيك. عن بالي كامل راح تعجبكم، فيها دخل جيد وعليها الطلب. انا نخدمها بشكل يومي، راح نمد لكم كامل تفاصيل الوصفة مع السعر التجاري. اذا الوصفه اقتصاديه، تخرج لكم 3 كيكات كما راكم تشوفوا، وتتباع 23,000 الوحده، يعني 3 راح تبيعوهم 69,000. وكنت سبقت انه شاركت معكم وصفه الموسكوتشو اللي سعر تاعها 40,000 بلا تزيين، مع التزيين بها 46,000. بصح هذيك نخدمها سور كوموند باسكو الناس تحب حاجه خفيفه وتكون شويه رخيصه كما الكيك تاع اليوم. راح نخلي لكم رابط الموسكوتشو في صندوق الوصف اللي حبت تشوف وتستفاد. انا هنا راني نتعمد نوري لكم منتوجات المحل باش تكون عندكم فكره واش راني نبيع. والفيديوهات القادمه راح نتكلموا على الاجراءات القانونيه مع نوعيه الدبلوم اللي تقدروا تفتحوا به، مع المعدات اللازمه تاع المحل وبزاف اسئله اخرى. نقولوا بسم الله ونبداو الوصفه ديال اليوم. هنا عندي 5 بيضات مع قرصه ديال الملح، ضربتهم جيدا وضفت كاس سكر. انا هذا هو الكاس اللي نكيل به، لازم نضرب السكر جيدا حتى يذوب تماما. ضفت ايضا 2 مبشور ليمون، هنا مبشور الليمون ضروري جدا مع كاس زيت. هنا كنت زدت كاس زيت، يعني تحذف لي المقطع، كنت نفيلمي بيد وحده الله غالب. بعد ما خلطت الزيت جيدا مع المكونات الاخرى، زدت كاس حليب وخلطت كما راكم تشوفوا. وهنا راني دايره 3 كيسان فرينه مع 3 ساشيات خميره كيميائيه، نحطهم على 2 دفعات. فوالا الدفعه الاولى ونخلط، ونزيد الدفعه الثانيه، فوالا ونخلط حتى نتحصل على خليط ثقيل شويه. اذا جا الخليط ديالكم خفيف تقدروا تزيدوا نص كاس فرينه، يعني الخليط يجي كثيف. حنوري لكم القوام ديالو كيفاش يجي. فوالا ما خفيف بزاف ما ثقيل، شوفوا كيفاش يجي شايد روحو. هنا القوالب تاعي مسحتهم بالزبده ورشيتهم بالفرينه كما راكم تشوفوا، ونفرغ الخليط للنص فقط باسكو يزيد يطلع. انا كميه هذه خرجت لي 3 كيكات، ما كانش عندي قالب ثالث على بها درت 2. انا هنا الفرن تاعي فونتيلي، حنخصص لكم فيديو نهضر لكم عليه. طيبته على 180 درجه من تحت ومن الفوق في نفس الوقت. شوفوا خياتي، هنا راني نسكر في التشارك. انا نخدمو سور كوموند ماشي كل يوم باسكو نخاف يقعد لي في المحل. وهنايا المادلين ايضا نخدمو يوميا، قلت لكم السعر ديالو 4000. وفوالا هاوليك الكيك ديالي بعد ما طاب لي. هنا مع التزيين وكامل حيولي يشهي، نحطو من يدوه هنايا. لا بريزونطاسيون تلعب دور كبير في الترويج للمنتوجات. هنا خرج 2 كيكات والتخوازيام راهي طيب. قلت لكم لا ديكوراسيون هتلعب دور بزاف مهم باش تخلي الزبون يشري المنتوج ديالك. هنا تقدروا تمسحوهم بالناباج ولا عسل ولا كونفيتور. انا مسحتهم بالعسل ورشيت عليهم كاوكاو ايفيلي وزينتهم بالومنيوم كما راكم تشوفوا. استناوني فيديوهات افضل، قولكم مع السلامه، ابقوا على خير.